السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم محمد الديري. في الفيديو ده هنشرح دوال المتوسطات اللي هي الأفريج ومشتقاتها اللي هي من ضمن الدوال الإحصائية في الإكسل. فيلا بينا كده نطبق بمثال كده على مثلا لو أنا عندي مناديب في الشركة وبيبيعوا منتجات معينة والكميات اللي بيبيعوها وسعر بيع الوحدة وإجمالي المبيعات وتكلفة الوحدة والمنطقة اللي بيبيع فيها كل مندوب. فلو انا محتاج ان انا اجيب افريج عام كده مثلا لسعر بيع الوحدة اللي هم بيبيعوه المناديب اللي عندي في الشركة لكافة المنتجات كلها، انا عايز اجيب متوسط سعر بيع كده ايه عام يعني. فهعمل الكلام ده ازاي بدالة افريج؟ احنا هنطبق المعادلة كده كفي الاكسل يعني، وبعد كده هنشرح يعني احنا ليه اصلا بنستخدم افريج ويعني ايه افريج ويعني ايه متوسط اصلا. طيب افريج كده ادي الدالة افريج. حددت الارقام او الاري بتاعي او النمبرز ودوست انتر، طلع لي ان الافريج بتاع سعر بيع الوحدات 207. طيب ايه الميكانيزم اصلا بتاع الافريج اصلا، او يعني ايه متوسط؟ متوسط في الرياضة او في الاحصاء هو مجموع القيم على عددها، مجموع القيم على عددها. فلو انا مثلا طبقت المعادلة هي اللي هي بتاعت افريج كده بنفس الصورة الرياضية، اللي هو انا جمعت بقى كل الخلايا اللي فيها ارقام وقسمتهم على عددهم اللي هو 7. يعني لو نشوف هنا كده بصورة أوضح، قسمنا على 7 اللي هو عدد القيم الرقمية، العدد بتاعهم يبقى مجموعهم على عددهم. طلع لي نفس النتيجة اللي طلعتها لي دالة افريج، اللي هي عملت نفس الميكانيزم اللي احنا عملناه مانيوال. تمام، طلع لي 207. طب برضو يعني ايه افريج؟ برضو احنا هندعم الشرح بالجدول ده كده، ان احنا نشوف كل دالة هي ايه الهدف من استخدامها وليه بنستخدمها اصلا. طيب الهدف من استخدام افريج في المثال بتاعنا ان احنا عايزين نعرف متوسط عام كده لسعر البيع بتاع الوحدات كلها. طب ليه بنعمل كده او ليه بنستخدم كده؟ لمعرفة السعر المتوسط اللي بيبيع بيه الفريق كله، بقى المناديب كلهم بيبيعوا بمتوسط سعر بيع قد ايه بشكل عام كده، لتحليل الاداء العام للشركة، مثلا للتخطيط او مقارنة اداء الفترات. يعني انا مثلا شغال في شهر مثلا فبراير وعايز اقارن ما بين سعر بيع الوحدات في شهر فبراير عنها في شهر يناير مثلا، او مقارنة المتوسط اللي انا طلعته في شهر فبراير ده باسعار المنافس. تمام. طيب يبقى ده دالة افريج. طيب دالة افريج ايه بقى؟ بتعمل ايه دالة افريج ايه؟ بتحط معاها او بتزود في العدد بتاع القيم، بتزود فيه الخلايا النصية. يعني احنا لو هنعمل كده افريج ايه، هنكتب برضو الدالة وبعد كده نشرحها. دالة افريج ايه، وحددت نفس القيم كده، فيطلع لي 181. قبل كده طلع لي 207. طب ايه الفرق بقى؟ طيب نشوف برضو الميكانيزم بتاع دالة افريج ايه. هنا جمعت برضو نفس القيم الرقمية، والخلايا الفارغة طبعا ما جمعتهاش، والنص ما جمعتوش، بس قسمت على 8. طب ليه في افريج قسمنا على 7 كميكانيزم بتاع الدالة نفسها، وليه في افريج ايه قسمنا على 8؟ قسمنا على 8 في افريج ايه علشان اعتبرنا النص ده كأنه عدد معايا. تمام. وده بيدي، تعالوا كده بس برضو نشوف الهدف من الاستخدام افريج ايه متوسط السعر. الهدف من استخدامها ان انا عايز اعرف متوسط السعر، بس اخد في اعتباري الخلايا الفارغة او النصوص كصفر. هي خدت النص ده حولته لصفر في المجموع. تمام. فما اثرش معايا في المجموع فوق، وفي المقام حطت العدد بتاع النص ده، زودته كرقم في العدد يعني، فقسمت على 8 بدل 7 هنا كده. تمام. قسمنا على 8 مش 7. طيب ليه بنستخدمها؟ لضمان عدم تضخيم المتوسط بسبب بيانات ناقصة أو ملاحظات مكتوبة كده وأنا مش أخد بالي، مثلا إن السعر بتاع البيع بتاع المنتج بي للمندوب أحمد ده مش متوفر دلوقتي، لسه محطتوش، ويعطي تصور أكثر تحفظا. طيب آه برضو يعني إيه عدم تضخيم المتوسط؟
انا لما انا ازود العدد معايا في المقام، ده بيقلل سعر المتوسط، بيقلل المتوسط بتاع سعر البيع. طيب فالخلاصة ما بين افريج وافريج ايه؟ خلينا متفقين ان الخلايا الفارغة هي بتدخلها معاها في المجموع وبتدخل سوري، مش بتدخلها معاها في المجموع ومش بتدخلها معاها في العدد. لكن النص دالة افريج مش بتدخله في المجموع ولا في العدد، لكن دالة افريج ايه؟ النص بتحطه كصفر في المجموع وبتحطه في العدد في المقام. طيب تعالوا نخش على دالة افريج اف. دالة افريج اف بقى لو انا محتاج ان انا اجيب متوسط مثلا، وليكن متوسط تكلفة منتج معين فقط. انا عايز اجيب متوسط تكلفة منتج منتج ايه، بس انا عايز اعرف منتج ايه متوسطه او تكلفته عليا بكام في المتوسط كده يعني. تمام، فهنعمل الكلام ده ازاي؟ هنطبق الدالة برضو وبعد كده نشرح مدى اهميتها يعني. بيقول لي ايه الرينج بتاعي؟ الرينج والكريتيريا والافريج رينج هي شبيهة بنفس الكومبوننتس بتاع دالة سم اف برضو يعني. طيب الرينج بتاعي انا طبعا عايز اجيب المتوسط بتاع المنتجات. طيب الكريتيريا بتاعتي او المعيار، انا عايز اجيب الكريتيريا، او عايز اجيب بشرط ان يكون المنتج ايه فقط، فالكريتيريا هي المنتج ايه. طيب الافريج رينج انا عايز اجيب افريج لايه بقى؟ انا عايز اجيب افريج للتكلفة بقى المرة دي، مش لسعر البيع. طيب فاداني ان هو الافريج بتاع منتج ايه 93. طيب تعالوا برضو نثبت كده الخلايا دي. والتثبيت في الاكسل مهم جدا يعني. زرار الاف 4 ده انت لو فهمته في الاكسل فانت كده يعني عديت بمعنى اصح يعني زي ما بيقولوا. فبرضه هسيب لكم اللينك بتاع شرح زرار التثبيت اللي هو F4 ده في المعادلات وفي الخلايا وفي القصة دي. هسيبها لكم في الديسكريبشن لو حابين يعني ايه تتعمقوا فيه اكتر. فالمهم انا ثبت هنا الكولمز بتاعتي تمام علشان ما تتحركش، وهثبت برضه واسيب المنتج ايه ده ثابت يعني اسيبه بيتحرك معايا علشان لما اشد هنا كده الخلايا ايه الكولمز دي تفضل ثابتة فوق معايا، والمنتجات بس هي اللي تتغير. تمام، اللي هي اللي تنزل معايا في الروز اللي تحت. طيب طب برضو انا ليه يعني بستخدم افريج اف؟ يعني انا ليه بجيب متوسط مثلا منتج معين عندي في الشركة متوسط تكلفة؟ بجيب متوسط تكلفة منتج معين فقط، ده الهدف مثلا منها. طيب ليه بنستخدمها؟ للتركيز على منتج محدد وحساب متوسط تكلفته فقط، لتحليل بقى هوامش الربح بدقة. تمام. طيب مثلا انا بعد ما جبت متوسط التكلفة، فانا هنا كنت مجهز متوسطات سعر البيع مثلا، وفي الاخر انا طبعا بجيب التكلفة والبيع علشان اكسب في الاخر. تمام. آه، اقارن بقى متوسط التكلفة بتاع منتج ايه، اقارنه بمتوسط سعر البيع بتاع نفس المنتج، واشوف مثلا هل هو بيحقق ربح كويس. هل مثلا اخد قرار بقى هل بيحقق ربح كويس، هل ابيع منه تاني، هل في مثلا اقبال عليه، طب هل مثلا اجيب منتج تاني يحل محله ويكون ارخص منه، وهكذا بقى افضل اقارن بقى. فانا مثلا بجيب المتوسط بتاع التكلفة بتاع المنتج الفلاني، واجيب متوسط سعر بيعه مثلا، واشوف بقى مثلا يعني هل هو مفيد ولا لا. طيب ده افريج اف. الافريج اف اس بقى لو انا عايز اجيب متوسطات اسعار بيع الوحدات كلها مثلا بناء على اكثر من شرط، وليكن شرطين فقط مثلا. لو انا عايز اجيب متوسط سعر بيع الوحدة لمنتج معين، يبقى ده اول شرط. في منطقة معينة يبقى ده تاني شرط. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمله بدالة افريج اف اس. طب انا برضو ليه عايز اجيب متوسط سعر بيع وحدة منتج معين في منطقة معينة؟ وده مثلا بيرجع لأسباب الاستراتيجيات بتاعة التسويق.
ان انا عايز اقيس المنتج الفلاني ده بيتباع منه في المنطقة الفلانية دي مثلا قد ايه مثلا، فاهمني؟ يعني بحيث ان انا عايز اعرف المنطقة الفلانية دي بتشبع رغبات المستهلك ولا لا. طيب، فالكلام ده مثلا هعمله بدالة average FS. فلو انا في الجدول البسيط ده انا عايز اجيب مثلا متوسط سعر بيع المنتج ايه لمنطقة شرق مثلا، بحيث ان انا اعمل لما اطبق المعادلة في السيل دي واعمل كوبي منها لمستوى الكولمز وعلى مستوى الروز، تتطبق معايا بكل سهولة. فنعمل كده بدالة average FS. يقول لي ايه الافريج رينج بتاعي، اللي هو هيكون العمود اللي جوه منه الارقام اللي انا عايز اجيب المتوسطات بتاعت اسعار البيع بتاعتها. طيب، يبقى ده الافريج رينج. الكريتيريا رينج اللي هو المدى او الشرط الاولاني اللي جوه منه الكريتيريا، يعني ده المدى اللي جوه منه الشرط الاولاني اللي انا عايز اجيبه. فايه هو المدى الاولاني؟ اللي هو العمود بتاع المنطقة، ده المدى اللي جوه منه الشرط. طب ايه الشرط بقى؟ يعني انا خلاص حددت الرينج بتاعي، ايه الشرط اللي جوه الرينج؟ انا عايز اجيب المنطقة الفلانية اللي هي منطقة شرق. طيب، وبرضو اعمل لها تثبيت من زرار الكيبورد F4. ولكن انا عايز اسيب الصفوف هي اللي تتحرك والاعمدة هي اللي انا اثبتها. ليه؟ علشان لما اجي اسحب المعادلة لتحت كده تتطبق على باقي المناطق، ولكن لما اجي اشدها على مستوى الاعمدة او اعمل منها كوبي على باقي المنتجات، انا عايز منطقة شرق دي تفضل ثابتة، مش عايزها تتنسخ او يتعمل منها كوبي لما اجي اشد المعادلات على مستوى الاعمدة. الكريتيريا رينج 2 بقى، الكريتيريا رينج 2 ده المدى اللي جوه منه الشرط التاني. ايه المدى اللي جوه منه الشرط التاني؟ اللي هو العمود بقى بتاع المنتجات. تمام، وادوس برضو F4 عشان اثبت العمود بالكامل. طيب، ايه بقى الكريتيريا 2؟ يعني ايه الشرط اللي جوه المدى التاني؟ اللي هو انا عايز اجيب المنتج الفلاني اللي هو المنتج ايه ده، بس عايز اجيب المنتج ايه فقط. تمام، ولكن هنا بقى انا هثبت الصفوف، هثبت الصف، يعني حطيت علامة الدولار قبل الصف. ليه؟ علشان انا عايز المنتج ايه ده يتطبق معايا لتحت. تمام، سوري، انا عايز المنتج ايه يتطبق معايا على مستوى الاعمدة لكن ما ينزلش معايا على مستوى الصفوف، فعلشان كده انا ثبتت الصفوف. طيب، ادوس انتر كده من الكيبورد، خلاص بقى اتطبقت معايا. اجي اشد كده على مستوى المنتجات الاخرى وعلى مستوى المناطق، قال لي ان انا المنتج ايه ده متوسط سعر بيعه في المنطقة شرق 150. تمام، المنتج بي ده مثلا متوسط سعر بيعه في منطقة غرب 250. طب ايه الخطأ اللي هو طلعه ده اللي هو دفع على زيرو؟ هنا المنتج بي مش متباع منه ولا اي قطعة في المنطقة شرق. يعني لو جينا نفلتر كده على الجدول، نشوف المنتج بي مع منطقة شرق مش هنلاقي. ادي منطقة شرق، المنتج بي مفيش منطقة شرق مع المنتج بي، مفيش. هنا غير متوفر، يعني هو في المنتج وفي المنطقة ولكن هنا مفيش اصلا متوسط سعر بيع. فهو اللي عمله ايه، او الميكانيزم بتاع الدالة طلعت دفع على زيرو ليه؟ هي جمعت الارقام او المتوسطات اللي هنا في العمود بتاع السعر بيع الوحدة، ولكن ما لقيتش عدد تقسم عليه فقسمت على صفر، فطلع الخطأ بتاع ديف على زيرو. تمام، فده كان شرح المتوسطات في الاكسل، ويعني اخدناها بامثلة عملية. اتمنى ان هو يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.